اديني حظ الاهلي وارميني في البحر. الاهلي فريق محظوظ. نادي الاهلي في الدقيقه 97 بيقضي على امال فاركو. نادي فاركو بعد ما كان خلاص ضمن التعادل، في الدقيقه 97 الاهلي بالقضيه بينهي الماتش. الاهلي بيرفض الخروج بنقطه واحده وبيخرج من المباراه بالثلاث نقاط. النادي الاهلي 22 نقطه في المركز الاول، وراه الزمالك 20 نقطه في المركز الثاني. هدف الاهلي في فاركو في الدقيقه 97 احزن جماهير الزمالك. لسان حال الزملكاويه، الاهلي فريق محظوظ. بس انا بقول لك الاهلي مش هو اللي محظوظ، الاهلي هو اللي بيصنع حظه. ما تستغربش من كلامي. نادي الاهلي رغم ان الماتش خلاص قرب يخلص، الماتش كل الناس قالت الماتش تعادل، نادي الاهلي بيلعب باعصاب هاديه، مش مستعجل، واثق ان هو هيفوز. بغض النظر عن ان الهدف الثاني كان تسلل، الا ان الاهلي كان يستحق الفوز، لانه لعب على الفوز من اول دقيقه، وعارف من اول دقيقه ان هو هيكسب وقت ما هو عايز. نادي الاهلي دايما بيصنع حظه بنفسه. صحيح ان في اغلب اوقات المباراه كان نادي فاركو افضل من النادي الاهلي، الا ان النادي الاهلي حافظ على هدوءه وحافظ على ثباته، واستطاع في الاخر ياخد اللي هو عايزه من المباراه، وحصل على الثلاث نقط. مبروك للنادي الاهلي وهارد لك لنادي فاركو.